بص اسالك سؤال، لو جاوبته تكسب معانا ايه هديه؟ ماشي. كل سنه وانت طيب. طيب. بيقول لك الدوكش ده بيبيع كبده ومخ. بيقول لك السندوتش عنده قلبه مليان، تفتكر يكون قلبه مليان ايه؟ كبده ومخ. الاثنين. اه. طب برنس، كل سنه وانت طيب. محل الدوكش ده بتاع كبده ومخ. عندهم بيقول لك عندنا السندوتش مليان، تفتكر يكون بقى قلب السندوتش مليان ايه؟ كنا مليان مخ ركز طبعا. بقى، وبيبيع كبده ومخ. قلبه هيكون مليان ايه؟ طبعا كبده ومخ. الله اكبر. صلى على النبي عليك يا حاج. كل سنه وانت طيب. السلام عليكم. نسألك سؤال، لو جاوبت معانا تكسب هدية. بيقول لك محل الدوكش بتاع الكبدة والمخ، المحل بيقول لك السندوتش بتاعهم قلبه مليان، تفتكر قلبه يكون مليان ايه؟ كبده يعني يكون كبدة. مليان. الله أكبر، عمك الحاج جاوب صح، الله أكبر عليك يا حاج. امسك بقى كده، هات واحد تاني. أول مرة حد يجاوب صح، عمك الحاج قال مليان كبدة، كله عمال يقول لك بقى كبدة ومخ، وفي حد بيحط الكبدة على المخ؟ ربنا يصلح حالنا. كل سنة وأنت طيب يا حبيبي. احنا بنسأل الناس سؤال، بنقول لهم الدوكش قلبه مليان، تفتكر يكون قلبه مليان ايه؟ كبده اكيد. كبده. انت عارف محل الدوكش؟ طبعا. بيبيع ايه؟ كبده حبيبي. صن طيب. بيقول لك الدوكش بيبيع كبده ومخ، بيقول لك السندوتش بتاعه قلبه مليان، تفتكر يكون قلبه مليان ايه؟ كبده ومخ. الراجل ده برنس والله العظيم. بس ركز في السؤال. بيقول لك محل الدوكش دوت، بيقول لك المحل عنده، هو بيقول ان السندوتش عنده قلبه مليان، تفتكر يكون قلبه مليان ايه؟ كبده ومخ. يا ولا يا ولا، لا جامد، لا جامد 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 جامد. كل سنه وانت طيب. خلاص يا باشا. كسبت معانا. بيقول لك السندوتش بتاع قلبه مليان، تفتكر يكون قلبه مليان ايه؟ كام هو السندوتش؟ انت تفتكر السندوتش يكون قلبه مليان ايه؟ هيبقى مليان كبده يعني. كل سنه وانت طيب. سندوتشات عنده بيقول لك قلبها مليان، تفتكر يكون قلبها مليان ايه؟ كبده ومخ. روح. كل سنه وانت طيب. بص هسألك سؤال، لو جاوبته صح تكسب معانا هديه. ماشي. ماشي. محل الدوكش بتاع الكبده والمخ، اه. بيقول لك قلبه مليان، تفتكر يكون قلبه مليان ايه؟ قلبه مليان كبده ومخ، بيبقى كبده ومخ. ماشي، ما انت كسبت معانا. الف مبروك. كل سنه وانت طيب. ومن هنا بقى تبتدي حكايتنا من قدام محل الدوكش. ولما سألنا الست مشاهاب قالت لنا القصة بدأت معايا لما توفى جوزي من 9 سنين، وابتديت انزل المحل بتاعه، وكان محل صغير جدا وعلى قدي، وابتديت اخد المحل اللي جنبي وبقى المحل بالشكل اللي انت شايفه الكبير دوت. وابتديت بقى كنت شغالة كبدة ومخ بس، ابتديت اعمل كبدة ومخ وجمبري وسمك بولتي مقلي ومشوي ووجبات ورز. ما شاء الله بتقول لي الزبائن عندنا كتير والناس بقت عارفانا. سعد يونس جابتني في التلفزيون، وطلعت مع مراد مكرم، وطلعت مع بلوجرز كتير، والناس كتيرة حبت الاكل حاجة ما شاء الله. وابتدت بقى الست مشاب تنزل وتباشر محلها مع الصناعية. واجهت صعوبات في الاول كتيرة جدا، بس كان بالنسبة لها مستقبل عيالها اهم من الصعوبات اللي هي بتواجهها ديت. وبالفعل قدرت تدخلهم جامعات لغات ما شاء الله، حاجة تبهر. الله اكبر. كس كفاح ونجاح لست مصرية عظيمة ما شاء الله.